اللاعب الاكثر خلقا للفرص في الشامبيونز ليج 21 فرصه. البارح الشوط الاول كان عادي ولا اقل من عادي حكيمي، لكن في الشوط الثاني قدم مردود ممتاز. محمد انت سبق لك انه لعبت ضد فريق انتميت له في فتره ما، معناها فريقك السابق. البارح ديمبيلي معناها الروح والعزيمه اللي لعبها عثمان ديمبيلي كان رجل المباراه ضد فريقه السابق البارسا اللي عانى فيه من الاصابات. السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. علق الإعلام التونسي على تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على فريق برشلونة الإسباني في إياب ربع النهائي، وقالوا بأن باريس سان جيرمان دار مباراة العمر وقدموا أداء خرافي، وكذلك الحال بالنسبة للاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي اللي بصم على شوط ثاني كبير وأداء عالي. لنشاهد جميعا وفرجة ممتعة. السابق حاز على عديد الألقاب في مسيرته، ألقاب قارية، ألقاب محلية. خالد القربي، أهلا بك، مرحبا. اهلا بك امين، اهلا محمد. نسلم على الناس اللي تسمع فينا تفرج فينا على راديو اي اف ام. جوستامان نحب نسلك علاش ضحكت كي انا قلت حاز على القاب قاريه ومحليه وغزرت هكا المحمد، علاش؟ لا حول ولا قوة الا بالله. الالقاب يعرفوا كيف تصور. لا لا عنده لقب، لا عنده لقب، لقب كأس تونس، لقب تاريخي وسجل هو يعني انا مع الملعب التونسي ضد النادي النادي الافريقي. لحظه دقيقه، نعدي الاولى نعدي الثانيه، خليني نقدمك ساعه بطريقه تليق بك. بطل كأس تونس 2003 كما خانتنيش الذاكره، 2003 مع حميد المغربي. زيد كملها وقت اللي هو رمسور، اللي هو رمسور به بطل. اسال السلامي يقول لك اللي هو رمسور كأس تونس، مدرب المنتخب القادم ان شاء الله مونديال 2030. محمد سليتي، اهلا وسهلا بك، مرحبا. مرحبا مين، مرحبا خالد، نور، ايهاب، الناس كلها، الساده المستمعين. قبل ما نعطيك انا حق الرد فيما يخص النظره ولا ولي ما نحبش الرد. دخلت القرب يا اخي، ما فهمتش علاش تلبس في الكاسك وتحكي مع المخرج، ما فهمتش يا اخي. دي جي في بالك بروحك تلبس كاسك، ما تلبسهاش انت الكاسك. لا معلومه حبيت نصلحها. دي جي سليتي كيف نصلح لك، كيف نصلح لك المعلومه تاويك. هو وقت اللي هو رمسور باهي، هو نهائي كاس 2003. لحظه 2003 لكن خويا الالقاب نتاعو هزم في الترجي. اي جوار يمشي للترجي يهز الالقاب، مريقل، بريمو، لكن هو في استاد عمره ما ينجم يهز تيتر. سامحني لحظه، او هزوا القاب الفرق الاخرى عمره في استاد ما ينجم يهز تيتر، وما هز تيتر، وما غنوش عليه لا في استاد لا في الاسبيرونس لا في حتى ما غنوش عليه. انا عندي جي 8 غنيات بيرسونيل. طارق ذياب ما هزش حتى شيء هكا، ولا ما هزش شامبيونز ليج طارق ذياب، لكن الاسطوره يقعد في المخ طارق ذياب. شبيك يا اخي، تستناني خلينا نكمل. شبيك يا اخي، سامحني في الكلمه تتجلطم على اساطير لا قلت لك ما هزش، قلت لك انا مثلا ما كانوش يلعبوا وقتها، ما كانش فيه الشامبيونز ليج. ليه خاطر باين نحكي لك استاد تونيزيا والله مره شكري الواعر، مره العيادي الحمروني توا طارق ذياب. والله لازمني نوقفك هنا تتمادرك. انا ما نحبش نجاوب. الاولى الثانيه الثالثه توقي نجاوب تقف قدامي. حاجه ثانيه، استاد تونيزيا حميد الهرقال وجمال ليمان واساطير استاد تونيزيا. انا هزيت اللي ما هزوش هما، انا خير منهم. ما قلناش هك، ما كيف انطبق عليه. بعد 20 سنه و30 سنه يقول لك الترجي هز التتر، مش فلان الفلان، لا يقولوا طارق الذياب كان ملاعب كبير، عياد الحمروني كان ملاعب كبير، حتى صاحبي خالد ملاعب كبير، لا يحكي كمجموعه. باهي تاو مسكتوا تاو، ما عادش تبروفوكيني، لا انت لا هو، لا انت لا هو. انا ما نحبش نجاوب خاطر نولوا ايقال، كان باش نجاوب نولي ايقال. خاطر الترويت اللي في على ظهري انا تعداو عبيوا له داروا. واضح موضوع الالقاب وموضوع التيتروات. غدا نجيب لك اش عندي في الدار. ما فماش غنية انت عليك ساعه؟ لا امبوسيبل تلقى. جماهير الترجي تعرف، مش هو اللي يعرف. عنده غنية يعرف، تو يكتبوا عليه المره الجايه. الشامبيونز ليغ الاوروبي، باريس سان جيرمان يضرب البارسا برباعية 4-1. ممكن ابرز المتفائلين في جماهير البي اس جي ما كانش يتوقع النتيجه هذه، بالعكس كان فما تهكم كبير في فرنسا على باريس سان جيرمان بعد الهزيمه 3-2 في الذهاب. فما شكون قال هاكا كي خسرنا في الالي 3-2 ما فماش مجال للريمونتادا لاف سي برشلونه بما انهم رابحين في المباراه الاولى. به بي اس جي يتاهل الى الدور النصف النهائي كيف بوروسيا دورتموند 4-2 يفوز على اتلتيكو مدريد في اياب مباراه الدور الربع نهائي من الشامبيونز ليج. باش نحكيو شويه على البي اس جي.
الاهداف فما اخطاء وفما اهداف جات على اخطاء. الخطا الاول اللي هو الحقيقه لا يغتفر، نتصور تشاطروني راي، هو خطا اروخو، ما خلاش شانس، ما خلاش فرصه للحارس تير شتيجن اللي هو حارس بمقدوره انه يتصدى مثلا الانفراد، خلى فريقه يعاني 10 ضد 11. وسمعت تصريح غوندوغان اللي لام برشا على زميله اروخو، معناها كي باركولا خارج راس كنت تخلي شانس للحارس. والخطا الثاني خطا كانسيلو ديمبيلي، كونترول غلط مقبل الكورنير. شوف مين شو يقول لك، يقول لك المتفرج فارس. في اللحظه ذيك نتاع الانفراد بالحارس فما دي مومون ما تعرفش عليها معناتها، فهمت؟ علاش ما تقولش انت خبث من الملاعب اللي كي خرج راس قد قص قدام اروخو، حط بدنه حط بدنه، فهمت؟ دونك انا ما نقولش غلطه اروخو، نقول غلطه كزافي. شنو هو اللي البارح عمل الديفيرنسا؟ هما لي زونترونور. لويس انريكي كي تراه على البنك، كي تراه كيفاش معناتها يديريجي في الفريق نتاعو، وكيفاش معناتها واثق من نفسه وكل شيء، على عكس كزافي اللي من اول دقيقه لاخر دقيقه لا بروف اللي هو خذا حمر، معناتها دخل في الجورات بنك البارسا كل خذاو حمر، دخل الجورات نتاعو في المشاكل ودخلهم في الشجار مع الحكم، معناتها هذيك شو عمل ديفيرونس. والحقيقه البي اس جي عملت ماتش اكسبسيونيل، وستيل دو جو اللي لعبوا بيه، معناتها الحقيقه ديمبيلي ماتش عمره عملوا البارح. شكون سيد كيفاش لعب مبابي راس حربة. ماركينوس الحقيقة اكسبسيونيل. كيف كي تحط انت هرنانديز تنحي من اري الجوش وتحطه في اللاكس، اعطاه برشا ستابيليتي سورتو في تخريج الكرة. فيتينيا الحقيقه في اللالي وفي الروتور بالنسبه لي انا بالنسبه لي ذولي احسن انتداب عملوا بي اس جي كي نحى فيراتي وجاب فيتينيا. الحقيقه انا بالنسبه لي انا البارح هو لوم دو ماتش الحقيقه البونت والماركي اي ما فيتينا راهو على لي دو ماتش لالي وروتور اقوى ملاعب فيتينا راه الهدف اللي سجله خيالي. قبل ما نحكيو على اشرف حكيمي، بما انه اشرف حكيمي محمد اللاعب الاكثر خلقا للفرص في الشامبيونز ليج، 21 فرصة البارح. الشوط الأول كان عادي ولا أقل من عادي حكيمي، لكن في الشوط الثاني قدم مردود ممتاز. محمد أنت سبق لك أنه لعبت ضد فريق انتميت له في فترة ما، معناها فريقك السابق البارح ديمبيلي، معناها الروح والعزيمة اللي لعبها عثمان ديمبيلي كان رجل المباراة ضد فريقه السابق البارسا اللي عانى فيه من الإصابات وصاروا له عديد المشاكل. في البي اس جي البارح كان هو الأفضل ورجل المقابل. شوف امين، انا شفت البي اس جي البارح هي ماتش روبير الحق، ما شفتهاش. انا عندي عامين ما شفتش البي اس جي تكور كيما الماتش تاع الفات، وفيو الادفيرسير اللي تلعب ضده اللي هو البارسا، يعني مش اي ادفيرسير. البي اس جي شفناه فريق منظم بصفه غريبه، شفنا تفاهم بصفه غريبه، لكن مايور جوار صحيح. لي مايور جوار شكونهم هما؟ مايور جوار هما ديمبيلي وباركولا، هذوما الزوز هما اللي مايور جوار في البارح. لكن عندهم علاش؟ لانه احسن جوار احنا في عصر السرعه. كي جيت حللها في عصر السرعه، شكون احسن جوار؟ شكون مفتاح المباراه ككل؟ اللي خلى باركولا وديمبيلي عندهم الاريحيه وعندهم نقولوا نحن الاسباس، عندهم المساحات الكل اللي فتقوا موهبهم، نقولوا نحن فتقوا الدنيا. شكون هذا تحكي على مبابي انت؟ نحكي على مبابي. عصر السرعه مبابي كان عليه ماركاج، كل منين تطيح الكوره مبابي يقعد دياغونال باش يعمل لابيل. لكن كي يعمل دياغونال اش خلى؟ فيكس الادفيرسير، فيكس اللاكس، ديما عنده جوار اضافي، ملاعبي اضافي للضغط على السرعه نتاع مبابي، ولا الاسباس محلوله، ولا ان كونتر ان اللي هما باركولا وديمبيلي قويين في الان كونتر ان بالرابيديتي نتاعهم. هذاك المفتاح كان هو مبابي اللي هو فيكس لاكس، وخلى شد الديفونسارات وخلى الاسبقيه على الاسباس. وحتى شو اسمه حكيمي خذا بطبيعته، وتشوف في ديمبيلي على اليمين وعلى اليسار، باركولا كيف حكيمي يلقى الاسباس يمشي شوارع خاصه بعد الورقه الحمراء. الوسط زاد خدم بالكدا وقت اللي تلقى انت جوار
ستاسيون نتاع كيما ديمبيلي خويا جوار رابيد، جوار في الان كونترا ما يلزمكش تخليه ان كونترا، يلزمك ديما عندك تغطيه. هذاك اللي خلى شوف المباراه امين تمشي ما في غلطش، طريق واحد. راهو جوارديولا ما يغلطش كيما يقول لك انا ما حاجتيش بكانسيلو راه فهمت. ميكرو خالد. الغلطه نتاعو كانسيلو راهي في الانكار، تعمل انت كيكا فوت عاطي بظهره ديمبيلي كنترول غلط وعاطي بظهره ولا يشكل خطر على المرمى معناها. صحيح معناتها ما تنجمش هكاك. معناتها انت جوارديولا كي اللاعب يقول له راه ما حاجش بيك يعرف شنو يعمل. هو مش جوارديولا برك، حتى بايرن ميونخ. اي نحكي لك سيتي بايرن ميونخ. ولو انه في فتره ما خاصه مع انتر واليوفي كان يقدم ولو اني مشني معك ما ممتاز. يشكلش خطر على المرمى لانه يلعب بظهره بكدا، عنده في سيدي، الروتاسيون يا محمد داير هكا مش نحكيك باش على- يشوتي ماركي. اي مش باش يشوتي ماركي، مش باش يشوتي ماركي. نحكي لك على كانسيلو كيفاش على شو نحكي اسمه كانسيلو على ديمبلي. كيفاش في ضربه الجزاء ديمبلي عاطي بظهره. تصرف غلط وخاطئ من المدافع. الاخطاء تصير. لا، حكيت على الأخطاء. مبابي، حكيت على مبابي. انت اكيد تفرجت في تيري اونري قبل ولا ما تشلاهي وقتها؟ اي انا تفرجت فيه، لعبت ضده. تيري اونري زاد لعب لعب ضده. باهي وقتاش لعب ضده ذكر؟ نعم وقتها لعب ضده ذكر. مازال ما يمضغش. ذكرنا شنو المباراة، شنو الاطار؟ مازال ما يمضغش. شنو الاطار؟ شنو الاطار؟ كيف يا تعطينا الاطار يهديك، اعطينا الاطار. لعبنا كيف ناسيونال هنا ضد زيدان تيري اونري. اي باهي تيري اونري بنت زيدان انت لعبت ضد زيدان. قبل انا نقول لك زيدان الله يهديك يا لويس محمد. فيغو بين مبابي وتيري اونري من الافضل؟ لا كل واحد لا اعطيني من الافضل، لا ما تحلليش من الافضل. لا كل واحد لا كل واحد والميزه نتاعو. تي اغزر هما دو رابي. ايش نقول لك حاجه، تيري مبابي يزيد على تيري اونري حاجه اللي هو ينجم يلعب كراس حربه. تيري اونري لا ينجم في يلعب اون بوينت. ملعب تيري اونري ما ينجمش يلعب اون بوينت لانه في مناسبات. يحب ليسباس. جوار رابيد يحب ليسباس. مبابي خير في نفس السرعه، لكن مبابي في نفس السؤال صغير. مبابي خير. نفس السؤال، مبابي ولا تيري اونري؟ عندي انا تيري اونري. جاوبني انت، مبابي ولا تيري اونري؟ شكون تختار؟ مبابي هو يفضل مبابي. باهي دورتموند يقصي اتلتيكو مدريد. دورتموند اللي الحقيقة قدم دور مجموعات على أعلى مستوى، ثم نهائي ربع نهائي بخطى ثابتة إلى الدور النصف النهائي. الكابتن يسمع فينا، نسلموا عليه، قال لي أونري ميور بوتور. شنو ما فهمتش. ميور بوتور قال لي ولا احسن. اي تويك انت مثلا تحكي على مبابي، راهو مبابي مازال لاعب، مازال صغير في العمر 25 سنه، ولعب دو كوب دي موند، هز واحده فيناليست. والثاني حاجه كان يزيد في الماركي 12 في كوب دي موند، مازال يعني القدام يلعب دو كوب دي موند اخرين يولي هو ميور بوتور. ماركي 295 بونتو يعني في عمر 26 سنه نحكي لك، مش حتى الارقام القياسيه نتاع فرنسا. ريال السيتي ارسنال بايرن، او بايرن ارسنال بعد 2-2 في الذهاب، 3-3 سيتي بايرن في الذهاب. اليوم اثاره الى ابعد الحدود. سي خالد، الكره الحقيقيه قال عبد السلام ديفال. هي بقات كان جمعيه بركه من اسبانيا اللي هي مدريد. امبارح الفرق الاسبانيه قبلت 8 اهداف. 8 اهداف دونك برشا. شوف ماتش كبير اليوم الحقيقه، تحب ولا ما تحبش. بين زوز عمالقه في الاوروب. انا نقول 50-50 راهو معناتها ما تعرفش عليه الكره سيرتو معناتها ما عادش يتحسبوا البونتو الاكستيريور يولي زوز وهذاك. دونك اثاره كبيره. حتى راهو ماتش البايرن وارسنال راهو مازال ما تلعب حتى شيء. راهو ارسنال سورتو بالخساره ضد استون فيلا في الشامبيونات 2 بلاش، ظاهره حتى مخ الاكثريه في الشامبيونز ليغ هذايا. ونعرفوا نحن الصعوبات نتاع البايرن سورتو في البوندسليغا. دونك زوز ماتشات كبيره، وباش يكونوا فرجه اكثر من الماتشات تاع البارح. فرجه اكثر محمد ولا لا؟ بعد ما شفنا البارح قديش من هدف؟ 10 9 اهداف و10 اهداف، 5 و6 11 هدف البارح. سامحني 11 هدف. نحن بلاي اوف كامله 4-1 5 و4 6 11 هدف. شوف قيمه الملاعبيه وقيمه الفريق وقيمه ليزونترونور اليوم اكثر تشويق حق. وحتى الاسم السيتي والريال ماهوش كيف، ما حتى كان يطلعوا 0-0 ديما التشويق خير، ديما الريتم خير، ديما الهاله الاعلاميه اقوى. تحكي على اقوى ديزونترونور في العالم، اقوى اقوى ليزيكيبات، اقوى لي جوار. يعني حاجه باش نقول لك بوتاتر يمكن
ريال اليوم مش تلعب تكتيك معين. السيتي السيتي كان محظوظ في الذهاب لانه كان متخوف من المباراه. كي تشوفوا من الاول متخوف من المباراه هي تاع سيلفا الكوفرون اللي دخلت السيتي في اللعبه واللي خلاتهم الجوارات يلعبوا باريحيه ومورال اخر وتبدلت برشا حاجات. ريال مدريد معروف عليه الفريق اللي ينجم يدارك لك اي ريزولتا مهما تكون وضد اي منافس. السيتي يلزم نسق واحد يبدا بدون اخطاء سورتو يلعب في بلاده لانه الخطا مع ريال مدريد راه تكلفك غالي سورتو في ماتش الاخراني. نقول ماتش الاخراني راه ما فماش تدارك. التدارك معروف على ريال مدريد. جمعيات كما قال انا قربي بتاتر 50-50 لكن مجريات اللقاء تنجم تتبدل. النسبه الكبيره ان ريال مدريد ديما فافوري باش يترشح اكثر. باهي وصلتنا توا تشكيله المنتخب الوطني التونسي نهار وقتاش 21 اوت 2002 ضد المنتخب الفرنسي. المباراه قد وفات محمد هي انا باهي تشكيله المنتخب التونسي باهي بدر بن عاشور بومنيج الكليتون الجيبسي الجعايدي المرزوقي المالكي المناري طرابلسي الزيتون. في الاحتياط في بنك الاحتياط المهذبي الورتاني سلامي سليتي ثابت. ها موجود محمد سليتي. لماذا تشكك في اقوال غادي البرتغال كريستيانو في باوليتا فيغو ضد زيدان غادي في لا 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 شو فرنسا شكون فيها استنى لحظه كوبي في حراسه المرمى كونديلا تعرفوا خلطت عليه انت كونديلا لعب في روم الميكرو عايشك الميكرو هو رومبلاسون لعبت في هذه تيري اونري وعندي تبدلت معاه بالمريول وتيتولير لعبت ماتش ريال. انا نلعب تيتولير تضربت قبل ما نمشي يلعب تورام يلعب ماكيليلي انا نعرف وقت مشى كيف ناسيونال انا نعرف هبط بلاصه علي زيتوني في دقيقه 73. في بنك الاحتياط فما دوسايي فما ايمانويل بوتي بطل العالم جبريل سيسي. شنو هو خالد توا الحقبه هذيك ما تتعاودش هذيك اساطير. هذه هنا ربي هنا ينجم يلعب كره تويكا تنجم يلعب فيها اي حد. اسمعني اما انا لاعب تيتولير هذه قبل قلت المواهب تويكا كره الديسيبليني ينجم يكون ديسيبليني ماهوش موهبه خدام برك ينجم يلعب. حاليا المتوسطين فوق المتوسط ما عادش فما الموهبه. باهي باش نحكيو على كأس العالم للأندية. هذا عام قداش 2009 بعد ما بطلت انا. باهي كأس العالم للأندية والفرق المتأهلة لحد الآن ساعة البارح زنازة في برشلونة وحالة حزن لأنه لم يتأهل الفريق إلى كأس العالم للأندية وجائزة أو المبالغ المالية باش يدخلهم الفريق طارت طبعا ومشات فات أتلتيكو مدريد 50 مليون يورو ما بين 50-60 مليون يورو لحد الآن المبالغ اللي باش تكون من نصيب الفرق المتأهلة. الفرق المتأهلة لحد الآن من أوروبا فما تشيلسي فما الريال فما سيتي انتر بي اس جي بورتو بوروسيا دورتموند بنفيكا بايرن ميونخ يوفي واتليتيكو مدريد وفما بلاصه باش تكون بين ارسنال ولا سالزبورغ. بالنسبه لاسيا الهلال اوراوا بالنسبه هلال اوراوا لحد الان فقط. من افريقيا الاهلي الوداد. من امريكا الجنوبيه بالميراس فلامينغو فلومينينسي. من امريكا الشماليه مونتيري سياتل ساندرز وليون المكسيكي. ومن اوقيانوسيا اوكلاند سيتي اللي متعود ديما على المشاركه في مونديال الانديه. في انتظار انه علاش لا الترجي التونسي يلتحق بهذه القائمه بالنسبه لمونديال الولايات المتحده الامريكيه 2026. فاصل باش نحكيو على مواجهه سان داونز. وفي الأخير نختموا بالسرعة الهائلة اللي قام بها أشرف حكيمي في المرتدى الأخيرة اللي جعل إثرها الهدف الرابع لباريس سان جيرمان عن طريق كيليان مبابي.